السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. واستكمالا لفيديوهات الاستغفار هحكي لكم النهاردة عن فضائل الاستغفار مع قصتين حصلوا قدامي في تأخر الزواج. في بنات كتير جدا ممكن توصل لسن ال40 او حاجة 39، خلاص هتبقى على مشارف ال40 او عدت ال40 كمان. على ما بتوصل للمرحلة دي بتبقى خلاص سلمت واستسلمت وقالت خلاص أنا مش هينفع أتجوز. ولما حتى تقولي لها عقبالك، تقولك لا خلاص بقى، عقبال اخواتي اللي أصغر مني، عقبالكوا انتوا، عقبال كذا. يعني بتبقى خلاص من كلامها فقد الأمل في إنها تتجوز وتبدأ حياة جديدة. وبتبقى أكتر حاجة وجعاها إنها مش هيبقى عندها أطفال، إنها سنها كبر، إنها مش هتتجوز، وإن حتى إن اتجوزت مش هتعرف تخلف. آه، البنات دي يا جماعة بتبقى ثقتها مهزوزة في نفسها لسببين. أول حاجة لأن دايما بتسمع إن البنت طالما عدت سن معين يبقى فاتها قطر الجواز، إن البنت في بنات سن معين مش هينفع تخلف، هتنقطع عنها الدورة الشهرية. فبتبقى عايشة حالة من التوتر والقلق محدش يعلم بيها إلا ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي حواليها ممكن يجرحوها بالكلام من غير ما يقصدوا، وفي اللي بيبقى قاصد. بتبقى دايما حاسة انها مختلفة عن العالم اللي حواليها. واحدة واحدة بتبتدي تنعزل، يعني ما تحبش تروح افراح، ما تحبش تخرج، ما تحبش تروح عند قرايبها. ده في حد ذاته بيبقى عامل عبء نفسي جدا جدا على النوعية دي من البنات. لان صعب قوي ان انت تفقد الثقة بالناس، صعب قوي ان انت تفقد الثقة بنفسك، وده اصعب حاجة. فبنات كتير جدا بتتعرض لدوت. واحاسيسها يا جماعة مهما يعني تقعدوا تتخيلوا مش هتوصلوا لكمية الحزن اللي بيبقى جواها. قصة النهاردة او القصتين بتوع النهاردة عن اولهم بنت كانت اصغر اخواتها كلهم اتجوزوا، بل اختها الكبيرة كان عندها ولاد من دورها هي، يعني قدها. كانت حبوبة جدا وبتحب الضحك وبتحب الهزار. بس مع مرور الوقت كل سنة بتعدي من عمرها، هي خلاص هي الوحيدة اللي مع والدتها في البيت، ووالدها متوفي. ابتدت تفقد ثقة ان ممكن يتقدم لها حد كويس. كويس بمعنى ايه يا جماعة؟ البنات حتى مهما تكبر بتبقى بتحلم بفارس احلام معين. يعني مثلا الشاب الوسيم اللي دمه خفيف اللي محبوب من الناس، بتفضل الصورة دي مع البنت مهما تكبر. فطبعا كل ما تكبر كل ما يبتدي بقى فرصها في الشاب الوسيم الكويس ده تقل. بتبتدي هي تحط تنازلات بينها وبين نفسها، مش شرط يعني يكون صغير، عادي يعني لما يكبر شوية. واحدة واحدة، مش شرط يكون مثلا آه اتنازلت عن الوسامة وعن السن الصغير، تبتدي تتنازل كمان عن شوية في الأخلاقيات اللي هي كانت حاجات بتبقى رفضاها، زي مثلا يشرب سجاير، زي مش عارف حاجات بسيطة كده، بس هي في البداية بتبقى رفضها. بتبتدي تقول وماله، مش هيجرى حاجة. مع مرور السن بتبتدي ايه، حتى خيالاتها تبتدي يبقى فيها تنازلات شوية عن شريك الزوجية. لكن البنت اللي انا هكلمكم عنها دي كانت بتمر كتير جدا بلحظات احباط وتبص تلاقيها كانت بتحب قوي تحضر الافراح، وعينها على البنات اللي مخطوبه وتسالها انت اتخطبتي، رحتي فين، هتتجوزي فين، هتتجوزي مين. وتاخدها بضحك وهزار، بس جواها بتتمنى انها تبقى مكان بنت من البنات ديت. ما اكذبش عليكم، كانت بتوصل لمراحل يأس، وكانت بتتعب، وكانت ممكن تقعد بكام يوم تعبانة. ناس كتير حواليها مش عارفين هي تعبانة ليه، بس أنا هي كانت قدامي دايما. فكنت حاسة عارفة هي تعبانة ليه. وهي خاصة أن أنا مريت شوية بالمرحلة اللي هي فيها. بس أنا كان بيتقدم لي عرسان كتير، لكن أنا نفسي اللي كنت تعبانة. كنت حاسه ان موضوع الجواز ده عبء وهم. وزي ما حكيت لكم قبل كده ازاي بالاستغفار كل ده دايب وكل ده عدى. البنت بقى يعني كانت سبحان الله بيتقدم لها ناس، بس هي شايفه بالنسبه لها ان هم مش مناسبين. يعني اللي متجوز، اللي معاه عيال،
اللي لوحده بس بيت عيلة ووالدته معروف عنها انها جامدة وشديدة، تقولك طب انا هخرج من حياة كلها يعني تعب نفسي عشان ادخل نفسي في حياة فيها تعب نفسي تاني. ابتدت تستسلم لان تشيل فكرة الجواز من دماغها، وانا هقعد اخدم امي وهقعد. ابتدت يعني دماغها توديها بقى ازاي حياتي هتبقى لوحدي، هيبقى شكلها عامل ازاي، طب بعد عمر طويل، طب والدتي. تفكيرها اتغير، يعني عارفين من كتر الإحباط ومن كتر ما هي فقدت الأمل في إنها تتجوز بشخص نفسها تقبل الحياة معاه، أو الظروف بمعنى أصح بتاعته ما تكونش. مش شرط يا جماعة إن أنا أتجوز واحد عشان إن هو معاها أولاد، أو متجوز عشان خلاص إن أنا فاتني قطر الجواز. طب ما هو طالما انتي رافضة الفكرة مش هتنجحي فيها. في ناس بتبقى حابة الفكرة وحابة تاخد ثواب تربية الولاد وحابة انها تخوض التجربة، بس طالما انتي مش حباها يبقى مش هتنجحي فيها، يبقى بلاش منها. فهي دي كانت طالما رافضة الفكرة خلاص. لحد ما في يوم من الايام فاكرة كنا قاعدين، واحدة قعدت اتكلمت معاها وقالت لها انتي جربتي تستغفري؟ قالت لها انا بصلي. يا فعلا بصراحة يا جماعة كانت مداومة على الصلاة في اوقاتها وما كانش بيفوتها فرض، بمعنى ان حتى لو راحت مشواره وما صليتش تيجي تصلي كل الصلوات. بجد اكتر حتة فيها كانت حريصة على الصلاة بطريقة مش معقولة. بس فلما اتكلمت معاها قالت لها هو انت جربتي تستغفري؟ قالت لها عادي، انا بعد ما بخلص صلاة بقعد على المصلية اقعد ادعي شوية واستغفر كم مرة كده واقول ادعية عادية وامسح وشي واقوم. فقالت لها لا، جربي ان انت تمسكي سبحة وتعملي لك ورد استغفار بنية ان ربنا يرزقك الزوج الصالح اللي انت تتمنيه. فكانت عملت كده فعلا، وجت قدم لها واحد. يعني انا عايزه اقول لك معظم البنات لو كانت قدم لها كانت هترفضه وش كده يعني بدون كلام. آم، مع احترامي لاصحاب البشره السمراء، احنا كلنا يعني خمريين وسمر، بس البنت هي كانت بيضة وكانت جميلة جدا. فكانت لقت انتقادات من الناس. شوفوا الناس اللي كانوا عمالين يقولوا لها انتي هتعنسي، انتي مش هتخلفي. كانوا في ناس كانت بتقولها بطريق مباشر، وكان في ناس بيقولها عن طريق الهزار، وكان في ناس بيقولوها على المتغطي. فكانوا بيقولوا لها انتي هتعنسي مش عارف ايه. فابتدوا هم اللي يقولوا لها يا انتي هتاخدي ده، لا ده انتي بيضة، لا ده هو اسمر عبد، لا ده هو مش عارف ايه. وابتدت كل الانتقادات حواليها وكل الكلام من اخواتها ومن جيرانها ومن اصحابها، لا ما تاخديهوش. انا كنت بقول لها انا يعني لما قعدت معاه ومع الشخص دوت لمست في قلبه حاجات حلوه جدا، وعنده طيبه وعنده اخلاق وعنده قيم ومبادئ. قلت لها ما تبصيش للشكل، انتي مرتاحه ولا مش مرتاحه؟ فضلت تصلي استخاره كام يوم ما اكدبش عليكم هي بتعيط. يعني انا يعني مش هو ده اللي انا عايزاه، مش هو ده فارس احلامي. يعني بصراحه كانت حاطه بقى ايه ما اقول لكم كانت اقول لكم يمكن حاطه في دماغها انها تتجوز واحد عينيه خضرة شعره اصفر. هي فعلا كانت جميله، بس كانت على قدر بسيط من التعليم، وده مش ما يعيبهاش. بس انا عايزه اقول لكم انا بضحك ليه على يعني قيمه الثقه اللي كانت في نفسها. لحد ما جالها الشخص ده كانت بتبكي وتعيط. انتقادات الناس بتقولي ما تاخدوش، بس قلبي بيقولي خديه. اخوها فضل يطلب منه مطالب جامده جدا في الجواز عشان يعجزه، لحد ما هي نفسها وقفت جنبه وقالت له لا احنا نطلب المعقول اللي هو كويس برضو. اخوها كان مستكترها عليه بمعنى اصح، يعني هي توافق عليك انت بشكلك ده وبظروفك دي، لا خلاص يبقى تجيب لها وتجيب لها وتجيب لها. وابتدى يطلب منها مطالب. يعني هو كان اخوها بيسافر دولة عربية، فكان ابتدى يطلب زي ما بنات العرب يطلبوا 250 ألف مش عارف ايه، ومهر قد ايه. حاجات غريبة. يا عم احنا هنا ظروفنا الشخص هيجيب لها المعقول، هيجيب لها 100 جرام دهب مش قليل يعني، وهيجيب مثلا العفش اللي انتوا عايزينه. فابتدت تقف لاخوها شوية. ليه؟ لانها حست ان هي ممكن العمر يعدي بيها وهي عايزة تخلف وعايزة تعيش. طب ليه لا؟ وهو شخص قلبه ابيض، مش شرط يا جماعة يبقى وشه ابيض، قلبه ابيض وهيسعدها بمعنى هيسعدها. المهم اخوها سابها تخوض التجربة على امل ان هو يفشكل لها الموضوع في اي وقت، هو كان حاطط في دماغه كده.
وعملت شبكة ولبست الفستان اللي كانت بتحلم بيه انها تلبس فستان شبكة وتروح كوافير. والله العظيم كان اقصى يعني اقل امانيها او اقصى امانيها زي ما بيقولوا انها تروح للكوافير زي ما بيروحوا وتتمكج وتلبس فستان. فجماعة هي كل يوم بتروح مع اصحابها وكل يوم بتحضر افراح، نفسها هي تكون في الموقف ده، فعملت كده فعلا. وهقول لكم كمان ان هو يعني خطبها وكتب الكتاب. ابتدى يجي اخوها على امل ان هو برضو مش هيتمم الجوازة، لكن هي كل ما تقعد معاه كل ما ترتاح اكتر. كل ما تحس في بداية الموضوع كانت مستغرباه ومستغربة شكله ومستغربة آه، وكمان كان بتضغط من كلام الناس حواليها. بس يوم بعد يوم ابتدت ترتاح، ويوم بعد يوم كل ما يجي زيارات كنت اروح عندها واشوفه واشوفه هي بتتكلم معاه. الاسلوب اختلف. الاول كانت بتبقى قاعده مكشره كانها مجاملاه، يعني ان هي وافقت بيه. لا، ابتدت تفك وابتدت تضحك وابتدت تتكلم كويس. مرت الايام واتجوزت. بتحكي لي وبتقول لي بقى لما بكلمها في التليفون، بتحكي لي وبتقول لي انا لو اتجوزت من سنين السنين عمري ما كنت هقع في شخص حنين بالطريقه دي. بتقولي انا لما بتعب وبعيا بقوم من النوم الاقيه قاعد بيعيط عشاني. آه يعني ما تتخيلوش كمية الحنان. بتقولي انا اتولدت والدي مات وانا طفلة صغيرة جدا، ما حسيتش بحنية الاب في حياتي، هو حسسني بحنية الاب والزوج والاخ وتخيلوا هي دايما في تعب، يعني عندها تعب. ابتدت بقى تشكي بظهرها وجسمها يستحملها وصابر معاها، بيروح معاها للدكاترة. اما كانت تحب تروح عند والدتها، لو فين لو في اي وقت تطلبه يوديها. إيه على الحنان، يعني بتقول على الحنان اللي شفته معاه. مهما اوصف ومهما اتكلم ومهما اقول ان انا مهما اتجوزت الشخص يا ابو عينين خضرة وشعر اصفر اللي انا ما أنا كنت ممكن اتجوزه ويهني ويشتمني ويقل من كرامتي ويبعدني عن اهلي. بتقول ما حسيتش مع ده كده خالص، وعمل لها شقة حلوة، جاب لها فرش حلو، ما استخسرش فيها حاجة. ابتدت اتأخرت في الحمل شوية، قالت بس يبقى انا كده مش هخلف. إيه، مع الاستغفار برضو ربنا رزقها بالبنت الأولى. مع الاستغفار ربنا رزقها بالبنت التانية. تعبت جدا والناس كلها قالوا لها اوعي تخلفي، انت يعني لو حملتي صحتك مش هتستحمل. قالت انا نفسي في اخ لبناتي. هو قال لها خلاص لا، انت عندي بالدنيا وما فيها، وبناتنا هيملوا علينا الدنيا. بتقول داومت على الاستغفار بيني وبين نفسي وما قلتش لحد، لحد ما عرفت انها حامل وربنا رزقها الولد، وعايشة مع الشخص ده حياة جميلة جدا. والله قصة واقعية من واقع حياتنا ومن جيراننا ومن أهلنا ومن أصحابنا. الرضا يا جماعة، حتى لو انت في موضوع مش راضية بيه، مع الاستغفار ربنا بيوضع الرضا في قلبك. ولو انت رضيتي رضاكي بيرضي اللي حواليكي. وبعدين انت لما ترضي مش مهم اللي حواليكي يرضوا طالما انت راضية وربنا راضي عنك ورزقك الخير. مع الاستغفار يا جماعة يعني بتتفتح القلوب المقفولة. مش هقول لكم كمان الابواب المقفولة، لا بتتفتح كمان القلوب المقفولة. انا مش عايزة اطول عليكم واحكي القصة التانية بتاع الاستغفار، هخليها في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.